السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل لكم طبق عدس. والله العظيم يعني من غير مبالغة، القريب والغريب واللي ماشي في الطريق بيطلبوا مني بطريقة، يعني ما اقولكمش على الجمال اللي فيها. طعم ايه وقوام كريمي ايه ما شاء الله، يعني هتجربيه ويعني هتحكمي بنفسك. يلا بينا بقى من غير ايه رغي كتير. هاتي بقى حلة وانزلي فيها بشوية زيت ذرة حلوين، وعليهم شوية كده قطع من الدهن او واللية. الدهن واللية بيخلي الاكل فعلا بتاع زمان، الاكل الطبيعي الحلو الطعم ده. بس اهم حاجة بلاش تسيحيه وتهدرجي، اعمليه كده ايه طازة. هننزل عليهم بقى ببصلتين وسط وجزرتين ونص قرن فلفل، والكمية دي انا بعمل ربع كيلو من العدس. شوحي كل الكلام ده بقى مع بعضي بطماطميتين برضو صغيرين كده مقطعين مكعبات، وشوحي بقى كل الكلام ده مع بعضه مع ربع معلقة فلفل اسود ونص معلقة كزبرة ومعلقة من الكمون. العدس بيحب الكمون. وشوحي بقى كل الكلام ده كده مع بعضه. شوفي بقى الريحة هتطلع تبقى عاملة ازاي. ستات البيوت بعضهم يعني بيسلق المكونات دي في المية على طول، فطبق العدس بيطلع مش هقول وحش، انما ما بيبقاش ليه طعم قوي كده مميز. لا، ده بقى الفرق اللي حضرتك هتلاحظيه بعد ما تطبقي الوصفة دي يعني ان شاء الله. وحطي طبعا الملح بتاعك، وفي هنا نص معلقة توم مفروم. المفروض تتحط في الاول مع التشويح، بس انا مش عارفه هي اللقطه ما جاتش ليه بصراحه، او ممكن تكون جات وانا ما خدتش بالي اقول في ساعتها. تشوحي بقى كله ده مع بعضيه كده، وانزلي عليه بكيس مرق او مكعب مرق الدجاج يعني. ده انا نزلت بيه كده لاني ان شاء الله هعمله بميه مش هعمل بشوربه. لو حضرتك لو هتستخدمي ميه شوربه ما تنزليش بمكعب المرق ده، يعني مفيش داعي ليه. وانزلي بقى بالعدس المغسول وشوحي الكلام ده كله مع بعضيه. اوعي تنزلي بالميه الاول، لا، سيبي العدس يشرب من الميه بتاع الخضار ويتشوح معاه كده، بتديلي بقى تطعيمه كده جميله للعدس، وبتخليه مميز عن اي عدس هتدوقيه في اي مكان تاني. يعني انا بسيبه على الاقل مثلا كده بتاع دقيقتين 3 يشرب شويه من الحاجات دي. وانزلي بقى بايه بالميه او الشوربه. لو عايزاه هتعمليه يعني هتسقيه في عيش وكده، يبقى تزودي الميه. يعني هتغمزي بيه كده عادي، تبقى القوام بتاعه يبقى كريمي ووسط كده، فاكتفي بكوبايتين من الميه. سيبي الكلام ده كله بقى يغلي مع بعضه ويتسبك. ايوه خليه زي التسبيكه، يعني انا بسيب الميه بتاع العدس يعني خلاص بتبقى باقي لها حاجه بسيطه وهتنشف، يعني يا دوبك بخلي اللي يحركها لي في الخلاط لما اضربه ان شاء الله. هو كده بقى. طب خلاص، بعد المرحله دي هاخده اضربه في الخلاط. بس طبعا يكون برد عشان خاطر الشفشة ان لا قدر الله ما يحصلوش حاجة. هنا بقى هجيب زيت وهيسخن جامد، وهحط فيه بصل مقطع جوانح زي يا جماعة اللي بنعمله للكشري. عليه معلقة دقيق وربع معلقة كمون، وتحمريهم التحمير بتاع بصل الكشري، وننزل مكانه في نفس الحلة كله اهو. يا ست الكل موفرة لك حتى في المواعين. شوحي بقى معلقة بتاع ده بصلاية كده صغيرة مبشورة أو مكعبات، وانزلي عليها بمعلقة كبيرة من الزبدة. الزبدة بتخليه طعمه جميل. ده لو
تصفر انزلي بقى بالخليط اللي كان في الشفشق الخلاط، وخليه بقى ايه ياخد كده 5 دقايق بس يتطعم بالبصلة اللي احنا عاملين بيها دي، يعني مقليين بيها. وبس كده يا ست الكل. ولو وصلتي لحد هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. وكلي بقى يا ست الكل، مع انزلي عليه كده بقى بحتة سمنة مقدوحة زي ما بيعملوا بره في المحلات او على العربيات، تبقى جميلة قوي. ومعاها بقى الجرجير والبصل والشغل الحبشتكنات اللي بيتاكل مع العدس ده، تاكلي بيه 10 ارغفة بالهنا والشفا يعني. والسلام عليكم.